تبدأ الأحداث مع لويكي وهو بيحاول يواسي بيرس بعد ما علاقته انتهت بميريندا، بس بيرس ما كانش عايز حد يواسيه وكان عمال يقول انه كويس والموضوع خلاص انتهى بالنسبة له. في الوقت ده كيت ودوني كانوا بيتكلموا عن جوازهم، وكيت عرضت عليه انهم يتجوزوا النهارده الظهر، ودوني كان مستغرب انها مش عايزة فرح ولا معازيم. وجات له مكالمة من رايان زميله بيعرفه ان الدكتور اللي كانوا هيستعينوا بشهادته الطبية في المحكمة النهارده تعب فجأة ودخل المستشفى، وكده دوني لازم يلاقي حد مكانه، يا اما القضية اللي شغال عليها هتبوظ لان شهادة الدكتور مهمة جدا في القضية. والقضية دي شغال عليها مع مدعية عامة زميلته اسمها ليندا. بعد كده في الجامعة هيلي كان برضه بيحاول يواسي بيرس هو كمان، وعرض عليه انهم يلعبوا الجولف المصغر سوا عشان بيرس يرفه عن نفسه، وبيرس برضه كان مصمم انه كويس ومش زعلان ومفيش فيه اي حاجة. ودوني جاله الجامعة وطلب منه انه يكون هو الخبير الطبي في القضية اللي شغال عليها، وعرفه ان القضية عن واحد اسمه سايرس بيتعرف على بنات عن طريق النت وبيقنعهم انهم يجوا عنده ولاية شيكاغو، ولكن لما بيروحوا له بيخلوهم يدمنوا على المخدرات وبيحبسهم ويعذبهم وكمان بيشغلهم في الدعارة. وواحدة بس من الضحايا بتوعه هي اللي وافقت انها تشهد ضده في المحكمة، اما باقي البنات بيقولوا انهم بيحبوا سايرس وانهم ارغمهمش على حاجة وانه ما اذاهمش باي طريقة. وباريس قال له الكلام اللي انت بتقوله ده هي اعراض واضحة لمتلازمة ستوكهولم، والمتلازمة دي بتخلي الضحية تتعاطف مع الشخص اللي خطفها. ودوني قال له هو ده الكلام بالظبط اللي الخبير بتاعنا كان هيقوله النهارده في المحكمة، بس هو تعب ودخل المستشفى وانا عايزك تيجي مكانه وتقول نفس الكلام. وبيرس قال له بس انا ما ينفعش اكد ان البنات دول عندهم متلازمة ستوكهولم غير لما اتكلم معاهم الاول. ودوني قال له انا كل اللي عايزه منك انك تشرح للمحكمة يعني ايه متلازمة ستوكهولم اصلا. وفعلا بيرس راح معاه المحكمة، ولما القضية استدعته للشهادة شرح لها يعني ايه متلازمة ستوكهولم. والمدعي العام ليندا كانت بتسأله عن المتلازمة عشان توضح للمحكمة ان باقي البنات هم ضحايا لسايرس، ولكن المتلازمة اللي عندهم بتخليهم ما يشوفوش ان اللي عمله سايرس في حقهم جريمة. ولكن ليندا كان واضح عليها انها تعبانة وفجأة وقعت على الارض، وبيرس جرى عليها بسرعة ولقى جرح رصاصة في ظهرها وليندا ماتت. بعد شوية كيت وصلت ودوني عرفها بالمحقق جيرالد اللي كان هيشهد في القضية ضد سايرس، وكيت سألتهم ازاي ليندا اتضربت بالرصاص في قاعة المحكمة ومحدش اخد باله. وبيرس قال لها ليندا اتصابت بالرصاصة قبل ما تدخل المحكمة وما عرفتش اصلا ان اتضرب عليها رصاصة، لان طلع ان عندها حالة عصبية نادرة اسمها عدم الاحساس الخلقي بالألم. وانا لاحظت ان اثناء المرافعة قاعة المحكمة كانت حر جدا، ومع ذلك ما كانش فيه اي اثر للعرق على ملابس ليندا. وعدم الشعور بالبرد والحرارة هما من ضمن أعراض المتلازمة اللي عندها، وكمان كان في علامات جروح وحروق على إيديها، والناس اللي عندهم الحالة العصبية دي ما بيعرفوش أصلا إنهم اتجرحوا. ودوني سأله لو هي ما حستش برصاصة إزاي ما سمعتش صوتها، وكانت عرفته إنه بعد ما فحصوا جثتها عرف إن الرصاصة اللي اتصابت بيها كانت صغيرة جدا وممكن تكون اتضربت من مسدس كاتم للصوت. وبيرس قال الرصاصة الصغيرة بتعمل نزيف محدود عشان كده ما كانش في دم ظاهر عليها، لكن تسمم الدم بسبب الرصاصة هو اللي خلى حالتها تنهار وتموت. وكيت قالت يبقى اكيد اتضربت بالرصاصه قبل ما تدخل المحكمه، والا كانت الكاميرات اللي في المحكمه جابتها. وراحوا الجراج وفحصوا عربيه ليندا ولقوا فعلا اثر رصاصه مضروبه من ظهر كرسي السواق. وكيت قالت لدون احنا لازم نأجل اللي اتفقنا عليه، قصدها يعني على جوازهم، بس بيرس ما كانش فاهم هما بيتكلموا عن ايه. بعد كده كيت وبيرس راحوا لبوني اخت ليندا وبلغوها باللي حصل، وبوني قالت لهم انها طول عمرها كانت خايفه ان ليندا تتعرض لاذى وما تحسش بيه، وده للاسف فعلا اللي حصل دلوقتي. وعرفتهم ان ليندا طول عمرها ما كانتش بتحب تعرف حد الحاله المرضيه اللي عندها عشان معامله الناس ما تتغيرش معاها. وعرفتهم ان جدهم كمان مات بسبب الحاله اللي عنده وهو سنه صغير، وان ليندا ورثت المرض ده عنه. وكيت سالتها ان كانت تعرف حد ممكن يأذي ليندا او لاحظت عليها اي حاجه غريبه الفتره الاخيره. وبوني قالت لهم من فتره ليندا جابت البيت ملفات كتير لقضيه شغاله عليها بس ما رضتش تقول لي اي حاجه عنها. وبيرس وكيت دوروا في الملفات بتاعت ليندا وكانت كلها ملفات لجرائم قتل تابعه لشرطه شيكاغو، واغلب القضايا اتحل خلاص. بعد كده كيت راحت لدوني وكان معاه المحقق جيرارد، وكان جيرارد بيعرض عليه اي حاجه يقدر يساعده بيها في القضيه. ولما جيرارد سابهم ومشى كيت قالت لدوني انا عرفت مين اللي قتل ليندا، الراجل اللي لسه ماشي ده جيرارد هو اللي قتلها. ووريت له الملفات اللي جابتها من شقه ليندا وكانت كلها جرائم قتل جيرارد هو اللي كان شغال عليها وحل 97% من القضايا. ودوني كان مستغرب لان دي نسبه صعبه حد يوصل لها. وكيت قالت له كل القضايا اللي اتحلت كان دايما فيها شاهد بيشهد على القاتل، والشاهد ده كان اسمه بيتغير في القضية، مرة كان اسمه تولو ومرة ترتولو ومرة توتولو، وكلها أسماء متشابهة لنفس الشخص. يعني جيرالد كان بيجيب شاهد مزيف يشهد انه شاف الجريمة عشان جيرالد يقفل القضية، وبما ان السيستم اللي فيه بيانات المواطنين كبير جدا فمستحيل ان حد يعرف ان اسماء الشاهد دي مش موجودة في الحقيقة لان محدش هيدور وراه. ولكن ليندا اكتشفت اللي جيرالد بيعمله وكانت شغالة على ملفات القضايا بتاعته عشان تفضحه، وعشان كده هو خلص منها. ودوني قال لها كده انا مش هقدر احط جيرالد كشاهد في القضيه اللي انا شغال عليها لان كل القضايا اللي هو اشتغل عليها هيتفتح التحقيق فيها من تاني ووجوده في القضيه بتاعتي هيبوظها.
بس المشكله ان جيرارد هو اللي قبض على واحده من البنات اللي سايرس بيشغلهم في الدعاره، وكان هيشهد انها كان عليها اثار ضرب، وده كان هيعزز موقفنا ضد سايرس. بس انا كده هضطر استبعد شهادته، وكده القضيه كلها هتكون مبنيه على الشهاده الوحيده اللي معانا اللي وافقت انها تشهد ضد سايرس. وطلب من كيت تدور على ترتورو شاهد الزور اللي جيرارد بيستخدمه. وبعد شويه بحث كيت عرفت مكان الشاهد واسمه الحقيقي نيكي ترتولو، وراحت له شغله واتكلمت معاه. واول ما عرف انها جايه تساله بخصوص المحقق جيرالد حاول يهرب، بس اتخبط في الرفعه ووقع على الارض. ولما وقع قال لها انه مش فاكر حاجه وادعى انه فقد الذاكره. وكيت اخدته المستشفى عشان يعمل فحوصات واشعه، وجابت بيرس عشان يشوف نتائج الفحوصات، ولما شافها ما لقاش اي حاجه تدل على فقدان الذاكره. وكيت قالت لنيكي كفايه مماطله، لو ما اعترفتش بالحقيقه هتسجن 20 سنه بتهمه الشهاده الزور في كل القضايا اللي شهدت فيها. ونيكي قال لها انا عايز حصانه كامله، وده نفس الاتفاق اللي اتفقته مع المدعيه العامه ليندا. وكيت قالت له هنشوف موضوع الحصانه ده بعدين، بس احكي لي الاول عرفت جيرالد ازاي. ونيكي بدأ يحكي لها وقال لها من كذا سنة جيرالد قبض عليا وأنا بسرق متجر كحوليات، والمتجر ده كان قريب من موقع جريمة قتل كان هو شغال عليها. وجيرالد وقتها كان متأكد من هوية المجرم بس ما كانش عنده دليل ضده، وعرض عليا إن أشهد في المحكمة على المجرم اللي هيقول عليه، وأقول إن المجرم ده هو اللي نفذ جريمة القتل مقابل إن جيرالد يخرجني من تهمة السرقة. وفعلا عملت كده، وفضلنا على الوضع ده كتير، كل ما يحتاج شاهد في قضية يجيبني ويقول لي أقول إيه بالظبط. وفي أي وقت كان بيتقبض عليا وأنا بسرق كان بيقول للبوليس إني شغال مخبر معاه وبخرج براءة. ولكن من فترة المدعية العامة ليندا عرفت الموضوع وتواصلت معايا وعرضت عليا إن أشهد باللي حصل في المحكمة مقابل حصانة كاملة منها وإني مش هتحاكم بأي تهمة. وكده قالت له نفس الاتفاق اللي ليندا اتفقته معاك هتعمله معايا، وهتشهد بالكلام ده في المحكمة مقابل الحصانة الكاملة ليك. وخرجت كيت تكلم دوني في التليفون وعرفته اللي حصل. وبيرسو هو ماشي من المستشفى واحد من الدكاترة وقفه وعرفه إن اسمه نابليون ماسيير، وقال له إنه معجب جدا بأعماله وسمع بالقضية اللي شغال فيها مع الاف بي اي، وعرف إن المدعي العام اللي ماتت كان عندها متلازمة عدم الشعور بالألم، وكان عايز من بيرس يتوسط له في الاف بي اي عشان ياخد عينات من جلد المدعية العامة عشان عايز يعمل عليها أبحاث، لأن الحالة المرضية اللي عندها هي حالة نادرة وبتكون وراثية وبتحصل لعدد قليل جدا من الناس في العالم. وبيرس قال له هيشوف هيقدر يعمل ايه في الموضوع ده. بعد كده كيت قبضت على جيرالد وواجهته بجريمة الشهادة الزور اللي عملها في القضايا اللي اشتغل عليها، وجيرالد ما كانش شايف انه عمل اي جريمة، وقال لها هنفترض ان كلامك صح وان فعلا زورت شاهد على ناس ما ارتكبوش الجرائم دي، لكن الناس اللي اتحبسوا دول هم كده كده مجرمين وارتكبوا جرائم كتير قبل كده ويستحقوا العقاب. وكيت قالت له لما انت عرفت ان ليندا بتفتش وراك قررت تتخلص عليها. جيرالد قال لها انا ما قتلتهاش، واصلا انا عندي حجة غياب وقت ارتكاب الجريمة. وبعد كده كيت قابلت دوني في المحكمة وكان معاها بيرس، وكانت اتأكدت من كلام جيرالد وطلع انه فعلا عنده حاجة غياب، لانه وقت اصابة ليندا برصاصة كان موجود في اجتماع في مدرسة ولاده، وكان موجود معاه في المدرسة طليقته وهي اللي وصلته للمحكمة. ولما هو وصل المحكمة كانت ليندا وقتها جوه قاعة المحكمة، يعني كانت خلاص اتضربت برصاصة في الجراج. ودوني قال لها ممكن يكون ليه شريك هو اللي قتل ليندا، وكانت عرفته انها هتدور في ملفات القضايا بتاعه جيرالد تاني يمكن تقدر توصل لحاجة جديدة. ودوني اتكلم معاها عن القضية اللي شغال عليها بتاعه سايرس، وعرفها ان كايلا اللي هي البنت الشهادة في القضية هتشهد بعد شوية في المحكمة، واول ما تشهد سايرس هتثبت عليه التهمة. وفي المحكمة دوني سأل كايلا ازاي اتعرفت على سايرس. كايلا قالت له ان سايرس شاف صورها على النت وتواصل معاها، وقال لها انه يقدر يخليها تشارك في عروض الازياء لو جت عنده ولاية شيكاغو، ودفع لها تذكرة الاتوبيس لغاية شيكاغو وقابلها في موقف الاتوبيس. ودوني سألها امتى بدأ سايرس يعتدي عليكي جسديا، ولكن كايلا اتوترت وترددت ثواني قبل ما تجاوب، والمفاجأة انها قالت له ما حصلش الكلام ده، هو ما اذانيش ولا اعتدى عليا. والكل كان مستغرب من كلامها. ودوني قال لها بس انت قلت في التحقيق قصاد النيابة ان سايرس اعتدى عليكي جسديا وعذبك واجبرك كمان انك تشتغلي في الدعارة. كده قالت له انا كنت بكذب، ما حصلش حاجة من الكلام ده. ودوني قال لها انت قلت ان سايرس ربطك وفضل يطفي فيكي سجاير لما قلت له انك عايزه تمشي، ازاي دلوقتي بتقولي ان ده ما حصلش؟ وكالا قالت له مين اللي قالك ان انا كنت عايزه اسيب سايرس وامشي؟ انا بس كنت زعلانه من سايرس لان فكرت انه بيخوني، بس انا بحبه وما كنتش اقصد ان كل ده يحصل. ودوني كان واقف متكتف مش عارف يعمل ايه، وسالها اذا كان سايرس هددها باي حاجه عشان تغير شهادتها، وقالت له لا ما حصلش، وكان واضح عليها انها متوتره جدا وخايفه. وسايرس كان قاعد في المحكمه هادي جدا. وبعد كلام كايلا القاضي اضطر يطلع سايرس براءة لأن كده مفيش قضية أصلا ومفيش أي دليل على التهمة اللي دوني موجهها لسايرس. وبعد ما خرجوا من القاعة كيت ودوني حاولوا يتكلموا مع كايلا عشان يعرفوا ايه اللي حصل خلاها تغير كلامها، بس هي قالت لهم مش عايزة حد يقرب لي وسابتهم ومشت. وكيت سألت بيرس إذا كان كايلا ممكن يكون عندها هي كمان متلازمة ستوكهولم، وبيرس قال لها لا مستحيل، المتلازمة دي ما بتجيش فجأة كده. ودوني قال لهم اكيد سايرس هددها وعشان كده غيرت كلامها، وكده عرفتهم انها هتتكلم مع جيران كايلا وهتجيب امر عشان تطلع سجلات مكالمات سايرس. ودوني بص في الساعه وقال لي كده احنا كده هنتاخر عن ميعادنا، وقالت له الوضع مش مناسب دلوقتي خلينا ناجلها. وخرجت عشان تمشي، وبيرس راح وراها وسالها ايه ده اللي هتاجلوه، وعرفته ان هي ودوني هيتجوزوا تاني. وبيرس سالها كنتوا ليه مخبيين عليا؟
وقالت له بعد اللي حصل بينك وبين ميراندا في فرنسا ما كناش عايزين نفكرك بالموضوع. وبيرس قال لها ما تقلقيش، انا مش زعلان ولا حاجه وفرحان جدا عشانكم. ولكن لما روح البيت كان متضايق وزعلان، ولقى الدكتور نابليون ماسيه مستنيه في البيت وقال له ان الويكي هو اللي دخله. وبيرس قال له انا قلت لك ان هرد عليك في موضوع العينات، ولف وشه عشان يعلق الجاكيت. ولما رجع لقى نابليون لابس ملابس العمليات وموجود جنبه جهاز تخدير. وبيرس فهم ان هو بيهلوس وان نابليون مجرد تخيلات. ونابليون قال له انا جاي عشان اخلصك من ألمك. والويكي كان موجود في البيت وسأل بيرس اذا كان كويس. وبيرس اتعصب وقال انا زهقت من كتر ما الناس عماله تطمن عليا، قلت لكم 100 مره ان انا كويس. وناتالي جات له وقالت له واضح جدا فعلا انك كويس، ما تكذبش على نفسك، انت مش كويس ولا حاجه، علاقتك مع ميراندا باظت وكيت الدنيا هيتجوزوا، وده بيحسسك انك عمرك ما هتكون في علاقه عاديه زي باقي الناس. وبيرس قال لها انا فعلا ممكن اكون زعلان شويه، بس مش معنى كده ان كل الناس تبقى عايزه تواسيني. وناتالي قالت له هم بيحاولوا يساعدوك بطريقتهم. وبيرس قال لها انا بقى نفسي انهم يبعدوا عني. وناتالي قالت له انت بتقول عكس اللي انت حاسه، انت مش عايزهم يبعدوا عنك، بالعكس انت عايزهم يقربوا منك. لان زي ما انت عارف نظريه العالم جيلوجري باتسون عن الاضطراب النفسي بتقول ان الواحد بيقول حاجه وبيكون قصده من جواه العكس تماما. زي كايلا مثلا قالت لكم تسيبوها لوحدها، لكن في عقلها الباطن هي عايزاكم تساعدوها. وبيرس فكر في كلامها واخد لويكي وراحوا عند بيت كايلا وخبط عليها الباب وقال لها انا قرات شهادتك قدام النيابه في ملف القضيه، وانتي كنت شجاعه جدا انك قدرتي تعترفي عليه. وكايلا قالت له سايرس ما عمليش حاجه ويا ريت تمشي من هنا. بس بيرس فضل واقف وقال لها انا حاسس بيكي، انا مصاب بالفصام وعشت طول حياتي عايش في رعب، وكنت دايما حاسس ان في حاجه هتاذيني، وكنت شايف ان الحل ان احبس نفسي، بس اكتشفت ان ده مش هو الحل. كنت على طول ببعد الناس عني، بس الحقيقه ان كنت عايز اطلب منهم انهم يساعدوني. وكايلا بعد ما سمعت كلامه فتحت له الباب وعرفته انها لما غيرت كلامها في المحكمه كانت بتكذب، وانها خايفه تتكلم دلوقتي لان سايرس خلاص خرج وبقى حر ويقدر يأذيها. وبيرس قال لها ما تقلقيش، البوليس هيقدر يقبض عليه تاني. واخدها وراحوا لكيتو دوني وعرفتهم ان بعد جلسه المحكمه اللي ماتت فيها المدعيه العامه ليندا جالها اتصال من رقم مجهول، وكان سايرس هو اللي بيكلمها وهددها انه هيأذيها وقال لها احسن لك ما تقوليش اي حاجه ضدي في المحكمه. وكايلا كانت ناويه تكلم دوني وتعرفه بالمكالمه دي، لكن سايرس قال لها ما تفكريش ان البوليس هيحميكي، زي ما انا قتلت المدعيه العامه اللي ماسكه القضيه هقتلك انت كمان. وكيت بدأت تفكر إذا كان سايرس فعلا قتل المدعية العامة ليندا ولا مجرد استغل موتها عشان يخوف كايلا. وراحت له البيت عشان تقبض عليه، لكن لقيته مقتول قدام بيته. وبعد شوية دوني وصل وكانت عرفته إن سايرس اتقتل برصاص من مسافة قصيرة ومفيش أي شهود على الجريمة، بس المنطقة دي معروف بإنها مليانة عصابات، يعني ممكن تكون عصابة قتلته بسبب مشكلة بينهم. بس دوني ما كانش مقتنع إن الجريمة دي وراها عصابة، وكان متأكد إن ليها علاقة بالقضية. بعد كده دوني عمل تحريات واكتشف ان كان في تاجر مخدرات اسمه فيكتور. المدعية العامة ليندا كانت رافعة ضده قضية الشهر اللي فات وبتتهمه بتجارة المخدرات، ولكنه خرج براءة بسبب تفاصيل صغيرة في القضية. وبعد ما خرج على طول اتقتل زي ما حصل مع سايرس، واكيد في علاقة بين الجريمتين. وكانت عرفته انها تبحث في ملف فيكتور عشان ممكن يكون ليه علاقة بسايرس. لكن بيرس اخد باله من حاجة في صور الجثتين، والحاجة دي هي ان موجود جنب الجثتين رمز SL كان مرسوم على الجدار، وممكن يكون الرمز ده هو العصابة من اللي موجودين في المنطقة. بعد كده كيت بحثت عن العصابات اللي في المدينة ولقت إن في عصابة اسمها ستريت لوردز، يعني رمز SL هو أول حرفين من اسمهم. وقبضت على عضو في العصابة اسمه تيبون وورت له صورة الشعار اللي جنب جثتين، بس تيبون قال لها ده مش الشعار بتاعنا، وورى لها شعار العصابة بتاعتهم اللي رسمه على دراعه وكان شكله مختلف، ولكن قال لها شعار SL ده هو شعار شادو ليج. وكيت وبيرس بحثوا عن شادو ليج وطلع انهم مجموعة من الناس عاملين نفسهم أبطال خارقين بيكافحوا الجريمة، وكمان ليهم مقر متسجل باسمهم. وراحوا المقر بتاعهم ومدير المكان قال لهم احنا هنا مش بنرتكب اي جرائم، احنا بنحاول نساعد البوليس على قد ما نقدر عشان نمنع ارتكاب الجرائم. ولكن كان في معانا عضو كان شايف ان اساليبنا لازم تكون عنيفة اكتر، وشايف كمان ان احنا لازم نحارب الجريمة بجريمة زيها، بس احنا طردناه من فترة لان في يوم جالنا ومعاه مسدس وكان عايز يستعمله في محاربة الجريمة. والمدير عرفهم ان الشخص ده كان اسمه الشبح وما يعرفش اسمه الحقيقي لانهم هنا مش بيتعاملوا باسمائهم الحقيقية. بعد كده بالليل كيت كانت ماشية في الشارع وفجأة واحد هجم عليها عشان يسرقها وفضلت تصرخ، والشبح سمع صريخها ووصل لها عشان يوقف الحرامي، ولكن طلع ان الحرامي ده هو دالتون زميل كيت، وكانوا عاملين التمثيلية دي عشان يقبضوا على الشبح. وكيت لقت معاه مسدس من نفس العيار اللي اتقتلت بيه المدعية العامة ليندا، وكمان في كاتم للصوت، واخدته للتحقيق وطلع ان اسمه الحقيقي جورج. والاكونت اللي هو عامله على النت باسم الشبح كان بيكتب عليه الاماكن اللي هو موجود فيها وبيأمنها عشان يمنع الجريمه فيها، ومن هنا كيت عرفت مكانه وعملت تمثيليه انها تعرضت للسرقه عشان يظهر لها. وعرفت ان جورج كان قدم في اكاديميه الشرطه 3 مرات وكمان في الشرطه الفيدراليه مره، ولكن اترفض لاسباب نفسيه. وكيت قالت له احنا معانا مسدسك اللي انت اتقتلت بيه، وكمان جريمه قتل فيكتور تاجر المخدرات هتثبت عليك لانه برضه اتقتل بنفس السلاح. وجورج فعلا اعترف انه قتلهم وقال لها ان نفذت العداله اللي انتم معرفتوش تنفذوها.
وكيت سألته ليه قتلت فيكتور، وقال لها أنا زهقت من المجرمين اللي بيفلتوا بجرايمهم من غير عقاب، وعشان كده انضميت لمنظمة شادو ليج وكنت ماسك لهم صفحة الفيسبوك بتاعتهم. وبعد فترة واحدة اسمها عديمة الألم تواصلت معايا وفضلنا نتكلم كتير، وعرفتني إن اسمها المستعار ده هو قوتها، واتكلمنا كتير عن إن العالم محتاج ناس زينا تطبق العدالة، لغاية ما في يوم كلمتني عن فيكتور تاجر مخدرات وعرفتني إنه اتقبض عليه متلبس، لكن خرج براءة من القضية بسبب تفاصيل صغيرة تافهة في مذكرة التفتيش اللي اتقبض عليه بيها، وكمان بعتت لي عنوانه. وجورج قال لكيتو دوني انا رحت لعنوان فيكتور عشان اراقبه، وكنت عايز اصوره عشان يعرف اننا هنفضل وراه وانه مش هيفلت بالجرايم اللي عملها، بس اللي حصل ان فيكتور شافه ومسك جورج وكان هيضربه، ولكن جورج طلع المسدس بتاعه وقتله، وكتب حروف اس ال اللي هو شعار شادو ليج جنب الجثه، وكان فرحان لانه كده شايف انه نفذ العداله. ودوني ساله عن هويه عديمه الالم وهل يعرف هي مين ولا لا، وجورج قال له انا فعلا عرفتها، عديمه الالم هي المدعيه العامه ليندا، وقال له بعد ما قتلت فيكتور ونفذت العدالة عرفت إن ده الطريق اللي لازم أكمل فيه، وهو إن أواجه العنف بالعنف. فبعت لعديمة الألم وعرفتها اللي عملته وطلبت منها تبعت لي اسم المجرم اللي عليه الدور، بس هي ما ردتش عليا، فتتبعت البريد الإلكتروني اللي كانت تبعت لي منه الرسايل وعرفت إنه عنوان المدعية العامة ليندا، وعرفت إن آخر قضية كانت شغالة عليها كانت بتاعة فيكتور تاجر المخدرات، وكنت فاكر وقتها إننا بقينا فريق واحد وبنكمل بعض، فرحت لها عشان أتكلم معاها. وجورج راح لها بملابس الشبح ودخل عربيتها بسرعة وقعد وراها وعرفها ان هو الشبح وانه عارف ان هي عديمة الألم اللي بتتواصل معاه، وقال لها انا مستعد لمهمتي الجاية، انا خلاص قتلت فيكتور زي ما قلت لي في رسالتك. ولكن ليندا اتعصبت عليه وطلبت منه يخرج من عربيتها. الشبح ما كانش فاهم هي ليه اسلوبها متغير معاه، وقالت له انا مدعي عامة وهقبض عليك، احنا مش فريق واحد وانا ماليش اي علاقة بيك. والشبح خاف انها فعلا تقبض عليه فقام ضرب عليها رصاصة من المسدس وخرج من العربية بسرعة وجرى، بس طبعا هي ما سمعتش صوت الرصاصة عشان كاتم الصوت وما حسيتش بيها بسبب المرض اللي عندها. وجورج كمل كلامه وقال لهم انا ساعدتها عشان ننفذ العدالة لكنها كانت ناوية تقبض عليا فكان لازم اخلص منها. وكانت قالت له اكيد بعدها قتلت سايرس هو كمان، بس جورج ما كانش عارف مين سايرس اصلا. ونابليون ظهر لبيرس وبيرس قال له انا مش محتاج مساعدتك، ونابليون قال له عندك حق، مين هيحتاج مساعدة من واحد اسمه نابليون ماسيير. وبيرس لفت انتباهه الاسم وكتب الاسم على الازاز واكتشف ان حروف الاسم بتكون جملة بتقول عديم ألم آخر، وقال لكيت انا فهمت اللي حصل، في قاتل تاني غير جورج. وبعد ما قال لكيت دوني اللي بيفكر فيه راحوا عند بوني اخت المدعية العامة ليندا، وكيت قالت لها احنا قبضنا على جورج اللي قتل اختك، وبوني اتفاجئت وقالت لها انا كنت فاكره ان سايرس هو اللي قتلها، انا شفت في الاخبار ان البنت تراجعت عن شهادتها في القضيه وان المدعي العام دوني كان شاكك انها اتهددت من سايرس، واكيد سايرس هو اللي قتل ليندا عشان القضيه تخلص. انتوا متاكدين ان جورج ده هو اللي قتل اختي؟ انا ما سمعتش اسمه قبل كده. وكيت قالت لها انت ما تعرفيش اسمه الحقيقي لانك اللي تعرفيه عنه ان اسمه الشبح. وبوني قالت لها شبح مين؟ انا مش فاهمه انت بتتكلمي عن ايه. وكيت قالت لها احنا فهمنا كل حاجه، انت عديمه الالم اللي كنت بتتواصلي معاه. وبيرس كان واقف ورا بوني ومسك قطعه ديكور صغيره ليها بوز وفضل يشكها في ايدها كتير، بس بوني ما حسيتش باي حاجه وتاكدوا ان هي فعلا عديمه الالم اللي كانت بتتكلم مع الشبح. وبيرس قال لها انت كمان ورثت المرض ده من جدك زي اختك ليندا. وبوني عرفت انها خلاص اتكشفت وقالت لهم انا استخدمت اسم عديمه الالم عشان اتواصل مع الشبح، اختي كانت زعلانه جدا لما تاجر المخدرات فيكتور خرج براءه، وساعتها قرات مقاله عن شادو ليج اللي عايزين يحاربوا الجريمه، فبعت لهم الموضوع على الفيسبوك على امل انهم ممكن يتصرفوا، لكن بعد كذا يوم واحد اسمه الشبح بعت لي رساله وقال لي انه قتل فيكتور، وانا كنت فرحانه ان فيكتور نال جزاءه وتعاقب على الجرائم اللي عملها، لكن الشبح فضل يبعت لي رسائل كتير ويسال على المهمه اللي بعد كده، فبطلت اتواصل معاه على امل انه يزهق وما يبعتليش رسائل تاني. وكيت وبيرس قالوا لها بس اللي حصل ان هو تتبع البريد الالكتروني بتاعك، ولما عرف انك ساكنه في البيت ده عرف انه بيت ليندا وفكر ان ليندا اختك هي اللي كانت بتتواصل معاه، ولما راح لها في جراج المحكمه وعرفها اللي هو عمله هي صدته وما تعاونتش معاه، فقام هو ضربها بالرصاص. وطبعا قبل ما هي تدخل المحكمه ما بلغتش عنه لانها فهمت ان عديمه الالم اللي هو بيتكلم عنها هتبقى انتي وما كانتش عايزه اسمك يجي في جريمه قتل. واللي حصل بعد كده برضه انك قتلت سايرس لانك فكرت ان هو اللي قتل اختك. وبوني اعترفت انها فعلا قتلت سايرس وقالت لهم هو كان يستحق الموت، انا جبت عنوانه من ملفات اختي ورحت له عند بيته وضربت عليه نار ورسمت شعار شادو ليج جنب الجثه عشان يبان ان الجريمه دي هم اللي عملوها وانا مش ندمانه اني قتلته. وبعد اعترافها ده اتقبض عليها. بعد كده كيت ودوني راحوا للقاضي عشان يتجوزوا، بس قبل ما يدخلوا دوني تراجع وقال لها المره اللي فاتت ابوكي ما كانش موافق على جوازنا واحنا هربنا واتجوزنا من وراه من غير فرح وما ادناش الموضوع اهميه، ويمكن شويه من شعور عدم الاهميه ده خلى جوازنا يبوظ، بس المرة دي أنا عايز نعمل فرح كبير ونعزم فيه كل قرايبنا وأصحابنا ولازم أبوك يكون موافق على جوازنا. وكيت وافقت إنهم يأجلوا الجواز لحد ما يخلصوا كل الترتيبات ويعرف أبوها. وبعد كده جورج اتسجن بتهمة قتل ليندا وفيكتور، والمحقق جيرارد بدأ يتحاكم بتهمة الشهادة الزور، وكيت ودوني كانوا بيخططوا لفرحهم، أما بيرس فراح مع هيلي يلعبوا الجولف اللي قالوا عليه. وخلصت الحلقة.
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وعرفونا رأيكم في التعليقات، واشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. سلام.